فما فيش حد فوق القانون. كل موضوع السيد ابو تريكه ان فيه مؤسسه صدر حكم بان هي بتمول بعض النشاطات المحظوره والتي تؤدي الى ضرر البلد. فصدر قرار من محكمه المستعجل بفرض حظر هذه الاموال. مؤسسه ابو تريكه مساهم فيها باسهم او مش مساهم فيها باسهم عادي، هي المؤسسه وليس ابو تريكه. الاشخاص احنا مش صدد اشخاص. الاشخاص بيرتكب شيء مادي بيؤاخذ عنه. فالمؤسسه وضعت تحت التحفظ نتيجه الحكم والبيان المقدم من الجهه الامنيه. هو من حق اي شخص يحصل له كده بيجي يقدم طلب للجهه اللي تتحافظ على الاموال، اللي هي اللجنه تحافظ على الاموال، وبتفحص هذه الشكوى. اذا كان له حق بيتلغي التحفظ على ماله، مالوش حق ممكن يطعن امام القضاء بذلك. وفيه واحد جالي يوم الخميس، مش موضوع اخر يعني، وجالي برضه قدم لي طلب بذلك وبعته للجهه المختصه، وجه الزميل المستشار وراني عمل ايه وايه واتخذت الاجراءات. فعاد يعني مش عايزين نخرج عن الشعب، يخرج في اي واحد يبقى عاطفي معاه كده او يتجنى عليه، لا، سيب الامور تمشي في مجراها عشان البلد بقى تنتقل الى مرحله كويسه ان شاء الله. وزي ما حضرتك قلت مفيش حد فوق القانون طبعا. بس يمكن قضيه اللاعب محمد ابو تريكه، التصريحات الصحفيه او الاخبار الصحفيه اللي انتشرت كانت كلها خارج سياق الموضوع زي ما حضرتك تفضلت بيه. التحفظ على الاموال حصل للشركه، انما اللي كتب في بعض الصحافه انه التحفظ على اموال اللاعب محمد ابو تريكه، اتهامات الى اللاعب محمد ابو تريكه. ده العتاب البسيط اللي بعتبه على الاعلام المرئي والمسموع والمقروء. عتاب، لان طبعا الاعلام هو جزء مننا واحنا بنحبه، وهو وسيله طبعا لسند البلد. بس المشكله زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو اللي يتكلم قبل ان يتحقق وفيما لا يعلم. فرجائي للاعلام قبل اسال. اسال رئيس اللجنه، اسال الوزير، اسال اي حد هيقول لك الموضوع. يبقى لما تكتب بيانات يبقى ما عرضتش نفسك لانك تكتب النهارده وتعدل عنها بكره. انت برضو اللي كتبت غلط وعدلت عنه بكره. طب ليه؟ طب حضرتك مش